الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بكم في قناتي مطبخ تيستي بيتي. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه ورمضان كريم. زي كل سنه في رمضان بنلاقي محلات الحلويات الكبيره بتعمل افتكاسه جديده وحاجات مختلفه عن المعروف. السنه دي اخترت افتكاسه حلوه جدا عاملاها محلات نولا. عامله السمبوسك بالشوكولاته وكمان محشيه شوكولاته، عباره عن طبقات من الجلاش ملفوفه بطريقه السمبوسك كده، محشيه بشوكولاته كادبري ومتغطسه كمان في شوكولاته كادبري. اسكت انا؟ لا طبعا، رحت عاملاها بس عملتها بطريقه اقتصاديه، وبدل الكادبري حطيت شوكولاته كرون عادي جدا. وبصراحه كانت تحفه. السمبوسك مقرمشه كده ومتغطسه في الشوكولاته ومحشيه بالشوكولاته، حاجه في منتهى الجمال. تعال اقول لكم عملت القمر ده ازاي. اول حاجه كده هنبدا نجهز الحشوات. انا عملت حشوتين، واحده بالبوريو او بالاوريو، ده بسكوت الاوريو كده. انا خدت شويه، خدت حوالي كيسين تقريبا، يعني حوالي 10 بسكوتات كده، وحطيتهم في بوله وبدات اطحنهم كده طحن خشن بايد الهون، وبدات اطحنيهم كده. مش عايزه احطهم في الكبه عشان ما يبقوش ناعمين قوي، انا عايزاهم متكسرين وتبقى قطع الاوريو واضحه كده بالمنظر ده، متكسره والقطع بتاعه الاوريو بتبقى واضحه. بعد كده هاخد معلقه كبيره من شوكولاته النوتيلا وهحطها على الاوريو. الشوكولاته هنا بس عشان تمسك لي الحشوه ما تبقاش متفرفطه في ايدي واعرف احطها في السمبوسه. بقلبها كويس جدا لحد ما تبقى زي العجينه كده، وخلاص كده دي الحشوه الاولى جاهزه معايا. هعمل حشوة كمان بالبندق أو بالمكسرات. بجيب بحوالي 100 جرام كده من البندق، وعليهم برضو 100 جرام من الفول السوداني، عشان زي ما قلت لك أنا عاملاها بطريقة اقتصادية شوية. لو عايزة تحطي كل الكمية بندق اعمليها كده. وبرضو بإيد الهون، وهبدأ أطحن المكسرات دي طحن خشن، تبقى قطع المكسرات كده باينة قدامي. ممكن دي بقى تاخديها في الكبة بتاعة الخلاط وتفرميها فرم خشن. وبرضو همسكهم مع بعض بمعلقة من النوتيلا. خدت معلقه من النوتيلا كده وعجنتها في المكسرات عشان تبقى ممسوكه معايا ما تبقاش متفرفطه. ودي الحشوه التانية، حشوه المكسرات او حشوه البندق. بقى عندي كده حشوتين، حشوه الاوريو وحشوه الشوكولاته بالبندق. هجيب بقى السمبوسك العاديه بتاعتنا، هم عاملينها بالجلاش، انا هعملها بالسمبوسك بعجينه السمبوسك. وهلف السمبوسك زي ما بنلف السمبوسك الحادقه باللحمه او بالجبنه. طريقه سهله جدا. باخد طرف السمبوسك كده وبثبته، وبعملها زي القرطاس او زي الجراب، وباخد معلقة من الحشوة وبحطها وبحاول انزلها بايدي لحد تحت شوية. حطيها في القرطاس كده واضغطي عليها بايدك علشان تبقى ماسكة السمبوسك معاكي، ولفي السمبوسك بقى عادي جدا زي ما بتلفي السمبوسك الحادقة. انا هعمل لها دلوقتي خلطة مية بالدقيق عشان امسكها اكتر، انا بس عاملاها كده مؤقتا. هعمل لك واحدة تاني كمان. والسمبوسك مفيش اسهل من لفتها، محتاجة بس تمرني ايدك عليها. خدي الطرف على الطرف وثبتيه، لازم الطرف يجي على الطرف كده عشان تبقى ثابتة معاكي، وتتأكدي ان طرف القرطاس من تحت مقفول كويس. حطي بقى الحشوة اللي انت عايزاها بالكمية اللي انت بتحبيها، ولفي وقفليها. انا مش هعتمد على اللزقة دي، انا هعمل لها مية بدقيق وهقفلها بالمية والدقيق عشان ما تفكش مني. هوريكي كمان كذا واحدة كده طريقة اللف بسرعة كده. عملت هنا معلقة دقيق عليها معلقتين من المية، وهبدأ اقفل السمبوسك بتاعتي عشان اتأكد ان هي مش هتفك مني. انا مش هقليها، انا هحطها في الفرن، هسويها في الفرن، فعشان ما تفكش مني في الفرن او تفتح لما تبدأ تنفش او تكبر في الفرن. انت عارفة السمبوسك لما بتيجي تستوي العجينة بتنفش شوية، فممكن تفك منك. فالاسلم ان انت تعملي لها معلقة مية بالدقيق كده وتمسكيها بالعجينة بالمنظر ده. حاولي تلزقي اكبر جزء ممكن معاكي عشان تبقى ماسكة نفسها. السمبوسك الاصلية بتاعت نولا معمولة بالجلاش، فانا هجرب معاكي دلوقتي نعمل كام واحدة كده بالجلاش عشان اشوف مين فيهم الاحلى، الجلاش ولا السمبوسة. انا خدت ورقتين 3 كده بس عشان اجرب فيهم، وهاخد ورقة ورقة، ما تعمليش ورقتين على بعض، هي ورقة واحدة وهنطبقها كده زي الورقة بتاعت السمبوسك. هنعملها كده بالطول، طبقيها 3 4 طبقات حوالين بعضها وتبقى معاكي شبه ورقة السمبوسة كده، ولفيها زي السمبوسك عادي. هنعملها جراب او زي القرطاس، وتتأكدي انها مقفولة من تحت كويس، وحطي الحشوة بتاعتك ولفيها على بعضها زي السمبوسك.
طبقة في طبقة كده، وآخر حتة بندهنها مَيّة بالدقيق عشان تمسك نفسها. هاخد الورقة المقطوعة دي، شايفاها، هناخد الحتة المقطوعة دي وهنحطها على السليمة وطبقيها عادي لحد ما تبقى شبه عجينة السمبوسة. أنا دي عملتها رفيعة شوية عشان تطلع معايا صغيرة. هاخد برضو الطرف على الطرف واتأكد ان القرطاس مقفول من تحت، حطي الحشوة اللي انت عايزاها، وبطبق بقى طبقة في طبقة كده، واحدة يمين وواحدة شمال، واخر حتة دي هحط عليها مية بدقيق عشان تلزق معايا. الجلاش غير السمبوسك، الجلاش هتلاقيه عامل معاكي طبقات، كل طبقة منهم برضو حاولي تحطي فيها مية بدقيق كده عشان ما تبقاش منفوشة معاكي في الفرن. اخر ورقة اهي هجربها برضو معاكي، طبقيها طبقة في طبقة كده لحد ما تقربي شكلها من شكل ورقة السمبوسك، واعملي القرطاس بتاعك وحطي الحشوة وخديها طبقة في طبقة لحد ما تبقى سمبوسك معاكي. واخر حتة بنغرقها بالمية والدقيق كويس، لان الجلاش غير السمبوسك كمان الجلاش لو نشف معاكي هيفتح كله، فعلى قد ما تقدري لزقيها كويس. خلاص كده خلصت كل كمية الجلاش والسمبوسك اللي معايا، هحطهم على صينية بتاعة فرن وهدهنهم بالزبدة. انا مش عايزة اقليها لان احنا هنغطسها في الشوكولاتة، فلو شربت زيت معاكي انسي بقى خالص ان الشوكولاته تمسك عليها، فانا هديها دهنه زبده خفيفه كده، كمان الزبده هيبقى طعمها احلى من الزيت مع الشوكولاته، ومش عايزينها تبقى تقيله قوي، هي محشيه شوكولاته وعليها شوكولاته هتبقى تقيله قوي لو اتقلت. هدخلها بقى الفرن على الشبكه اللي في النص واسيبها لما تاخد لون من فوق ومن تحت، وعلى ما تطلع من الفرن هجهز الشوكولاته اللي هنغطسها فيها. معايا هنا قالب شوكولاته، دي شوكولاته دارك، لو حابه تستخدمي شوكولاته فاتحه او شوكولاته بلبن عشان لونها يبقى فاتح معاكي استخدمي الشوكولاته الفاتحه. انا بحب الشوكولاته الدارك عشان سكرها ما بيبقاش كتير. بحط عليها شويه لبن صغيرين وبرده معلقتين كده من الزبده وبحطها في الميكرويف لحد ما تسيح. ادي السمبوسك بتاعتي الحلوه طلعت من الفرن. دي الجلاش اهي شكلها جميل ولونها تحفه، مش متحمره ومش مقليه، يا دوب خدت لون بس في الفرن. وادي الشوكولاته بتاعتي ساحت. هنا هعمل بس حاجه صغيره على الشوكولاته، هحط شويه مكسرات بندق برضو على فول سوداني عشان تبقى شبه الشوكولاته الكادبري، وبقلب المكسرات في الشوكولاته السايحه، وهبدا بقى اغطس السمبوسك واحده واحده كده، هنزلها في الشوكولاته واغطسها واغرقها من كل حته واطلعها على صينيه لحد ما تنشف. ممكن تطلعيها على شبكه. شايفه السمبوسك بتاعتي مقرمشه وناشفه جدا وجميله بصراحه، كانت تتاكل لوحدها كده من غير ما تنزل في الشوكولاته. هغطسهم بقى كلهم واسيبهم لما ينشفوا واوريهم لك. دي الجلاشة اهي شكلها برضو حلو واحلى من السمبوسك، واحلى من السمبوسك ان هي واخدة طبقات كتير كده ومخرفشة. اغطسها برضو في الشوكولاتة. بصراحة تجربة حلوة جدا يا بنات، حاولي تعمليها وجربيها، طعمها كان خرافي. خلصت خلاص وحطيتهم في التلاجة شوية يمسكوا. انتي ممكن تبيتيها في التلاجة لحد الشوكولاتة ما تمسك معاكي كويس. وبرصهم طبعا على طبق التقديم. شايفها جميلة ازاي، هي غامقة عشان انا بستخدم الشوكولاتة الدارك، لو استخدمتي شوكولاتة بحليب هيبقى لونها فاتح معاكي شوية. عشان اكسر اللون حطيت شوية من الفستق كده على كل واحدة للتزيين بس. جميلة جدا يا بنات، اختراع جديد فعلا. شايفة الجمال. حاجة مختلفة عن السمبوسك العادية بتاعتنا، عن القطايف وعن الكنافة، وانا بحب الحاجات الجديدة المختلفة. وزي ما قلت لك انا مستخدمة الشوكولاتة الدارك، سكرها بيبقى خفيف، فلما جيت اقدمها قدمتها مع بولة ايس كريم، وهي احلى حاجة ليها فعلا ان هي تتحط مع بولة ايس كريم، بتعادل السكر بتاعها وبتبقى جميلة. هفتح لك بقى واحدة كده من جوه، دي السمبوسك العادية اللي هي بعجينة السمبوسك، شايفاه مقرمشة جدا وناشفة جدا ما طريتش. ودي تقريبا محشية بحشوة البوريو، جميلة. دي حشوة البوريو
تحفة يا بنات، تجربة جميلة جدًا، حاولي تعمليها. دي اللي بالجلاش برضه ناشفة ومقرمشة، ما فيش حاجة منهم طريت، زي ما قُلت لِك تحفة جدًا، بس برضه هارجع وأقول لِك مش مستاهلة السعر الأوفر اللي هُم حاطينه عليها، حسيت إن سعرها مُبالغ فيه، عشان كده حاولت أعملها. بس أكيد طبعًا السعر العالي ده راجع لجودة الخامات المستخدمة في المحل، يعني مش هنقارن شوكولاتة كادبري بشوكولاتة كورونا اللي أنا مستخدماها. بس كده حبايبي، ده كان الفيديو بتاعي النهارده، ودي طريقتي اللي عملت بيها السمبوسك بالشوكولاتة. يا رب الفيديو يكون عجبِك وطلعتِ منه بفكرة أو بمعلومة بسيطة. لو طريقتي في السمبوسك عجبتِك اكتبي لي رأيِك في الكومنتات، وما تنسينيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناة لو محتوى قناتي بيعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.